فوز النادي الاهلي على حرس الحدود، ولكن هو فوز بلا طعم، بلا هويه، بلا اي فريق، بلا اي نزعه هجوميه، بلا اي مدرب، بلا اي دفاع. وتحس ان النادي الاهلي النهارده ودفاع النادي الاهلي متعمد ان هو يخسرك الماتش. دفاع النادي الاهلي النهارده ومحمد هاني بالاخص عملوا كل حاجه النهارده عشان يخليك تطلع من الماتش ده متعادل او خسران. باللقطات النهارده هنشوف مع بعضينا محمد هاني عمل ايه ودفاع النادي الاهلي عمل ايه وتغييرات كابتن عماد النحاس. خليك معايا. خليني اقول لك يا صديقي ان دفاع النادي الاهلي النهارده عمل كميه كوارث في المباراه، فعلا كان عايز يطلع النادي الاهلي متعادل او خسران. باللقطات تعالى كده شوف معايا الهدف الاول وكم الكوارث اللي حصلت في الهدف الاول، وايه الهدف اللي مشابه ليه واللي خسرنا بطوله. تعالى كده معايا واحده واحده. هنا لاعب حرس الحدود هنا بيلعب الكوره، هنا الكوره هتروح من ورا محمد هاني. محمد هاني هنا اهو، هنا ممكن يطلع الكوره، ممكن يشتت، ممكن هنا يرجعها لحارس المرمى، ولكن محمد هاني اختار حل هنا حلو قوي. اصلا ساب الكوره وجه طفشها راح واقع لحد ما الكوره هنا خطفها منه لاعب حرس الحدود. كوره اتلعبت، بص هنا اقف بقى معايا، شوف الكوره هنا، اللاعب هنا بين اتنين من دفاع النادي الاهلي. الكوره دي مشابهه الكوره هقولها لك دلوقتي. طب انت دلوقتي ايه حاله السرحان اللي في دفاع النادي الاهلي؟ النادي الاهلي الموسم ده في 7 ماتشات دخل فيه 8 اهداف بسبب هنا سرحان دفاع النادي الاهلي. كلها اخطاء دفاعيه. لاعب وسط اتنين فاللاعب يسبق هنا الاتنين مدافعين ويخطف منهم الكوره ويحرز الهدف. فضيحه. هل ده دفاع النادي الاهلي؟ نادينا كتير ان دفاع النادي الاهلي لا محتاج تدعيمات، ولكن حتى اقل المدافعين في النادي الاهلي ما يدخلش فيهم هدف زي ده. هدف فضيحه. فيجي هنا محمد حمدي زكي يطلع هنا من بين هنا اتنين مدافعين بتوع النادي الاهلي ويخطف الكوره ويحط الكوره هنا هدف. الكوره دي مشابهه لكوره ناصر منسي في بطوله السوبر، والكوره دي اللي خسرتنا طبعا بطوله السوبر بسبب برضه سرحان دفاع النادي الاهلي. وتعالى كده نشوفها مع بعضينا. شوف هنا عمر جابر بيرفع الكوره، وشوف هنا ناصر منسي، ناصر منسي برضه بين اتنين من مدافعين النادي الاهلي. وناصر منسي هيعمل ايه؟ هيسبق برضه لعيبه هنا النادي الاهلي ويحرز هنا هدف التعادل للزمالك في بطوله السوبر، اللي هنا الهدف ده اللي خلانا وصلنا ضربات جزاء وخلانا هنا خسرنا بطوله السوبر. وهدف ناصر منسي هو هدف برضه محمد حمدي زكي النهارده، ولكن الفرق ان هدف ناصر منسي خسرك هنا بطوله السوبر. لحد دلوقتي جماهير النادي الزمالك بتعايرك بيها، فالهدف متكرر، نفس الاخطاء، سرحان برضه لاعيبه النادي الاهلي، ونفس برضه الخطا وسرحان لاعيبه النادي الاهلي ودفاع النادي الاهلي في الهدف الثاني. وتعالى نشوفه مع بعضينا. شوف هنا هدف حرس الحدود الثاني، كام لاعب من حرس الحدود؟ 1 2 3 4، مع هنا كثافه دفاعيه. طب المفروض اللي يحصل، المفروض ان في كثافه هنا اصلا دفاعيه للنادي الاهلي. فالطبيعي ان دفاع النادي الاهلي هنا يشتت الكوره او يخطفها او يطلع الحارس مثلا يمسكها، ولكن اللي حصل يعني عكس كده خالص. اللي حصل ان الكره اتلعبت عادي جدا في وسط هنا غفله من دفاع النادي الاهلي. دخل هنا لاعب حرس الحدود لطشه كده في وسط الزحمه، عدت من شوبير، وبصراحه لا احمل شوبير اصلا الهدف ده، لان الهدف ده صعب والهدف ده مفاجئ. فشوبير طبعا اتباغت بالهدف ده، وهدف التعادل هنا لنادي حرس الحدود للمره الثانيه. نيجي بقى لمحمد هاني. ومحمد هاني النهارده ما اكتفاش انه كان سبب رئيسي برضه من ضمن الهدف الاول، ولكن كان سبب بقى في كوارث الماتش كله. وتحس ان محمد هاني النهارده ما كانش موجود في الملعب، وهو اصلا اغلب ماتشات النادي الاهلي مش موجود، ولكن العيب هنا على المدرب اللي شايف اللعيب النهارده بتاعه اصلا ثغره النهارده دفاعيه لحرس الحدود. حرس الحدود النهارده عمل عليه كميه هجمات وكميه بينيات وكميه سرعات من وراه ما تتعدش، لدرجه ان ياسر ابراهيم اصلا كان بيطلع هنا من خط الدفاع ويلعب هنا باك يمين عشان يغطي الكوارث اللي ورا محمد هاني. تعالى كده بالراحه وهوريك بلقطه لقطه محمد هاني عمل ايه. وتعال بص معايا كده على الكره دي، الكره دي على منطقه جزاء هنا حرس الحدود. اللاعب واخد محمد هاني وسارح بيه، سرح بيه خلص هنا محمد هاني. طب محمد هاني المفروض يرد في مساحه هنا، اللاعب هنا سرقك وجري، اقفل بقى وراه واجري وراه. محمد هاني ما عملش كده خالص. محمد هاني بقى عمل كارثه اكبر، بقى يتمشى كده بالراحه كده لحد ما اتلعبت هنا كرة من وراه، واللاعب هنا حرس الحدود عمل علينا هجمه وخده برده ورجع واتعمل علينا هجمه وكانت تتسبب برده في هدف. مش بس كده، محمد هاني برده كرر نفس الحاجات دي. تعالى هنا كرة اهي، بص الكرة دي انفراد من ورا محمد هاني. الكارثه الاكبر بقى اللي بقولها لك ان بص حتى ارتداد محمد هاني عامل ازاي. محمد هاني اصلا بيجري كده بالراحه وكأن ان في 5 6 دفاع اصلا وراه. تعالى كده بص فدان، بص هو بيجري ازاي، بص بيجري ازاي. وهنا لولا ستر ربنا ولولا هنا مصطفى شوبير كان موفق في الكرة دي لكان هنا هدف الثالث وكانت هتصعب المباراه وندخل بقى في ازمات
وندخل بقى في حاجات كتير قوي ترجعنا ورا وتخبطات كتيره، وكل ده بسبب رعونه محمد هاني. محمد هاني اكتفى بكده؟ لا طبعا. تعالى بص معايا هنا الكره دي، واحد على واحد، واحد على واحد. المفروض بقى انك تقطع، المفروض بقى انك ايه، تميل كده على اللاعب وما تخلوش بقى ياخدك لبره، اللي هو ثالث او رابع مره يعملها فيك. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللاعب برده كلفت محمد هاني وراح واخده لبره، وساتر ربنا الكره عدت فوق العارضه. وكل ده طبعا بسبب رعونه محمد هاني. محمد هاني النهارده اللي كان مصر ان هو يخسرك المباراه مع دفاع النادي الاهلي، كميه كوارث دفاعيه معرفش يعني النادي الاهلي ساكت على ايه. النادي الاهلي نفسي افهم برده زي ما قلت لك قبل كده سياسه النادي الاهلي في التعاقد مع الباك اليمين. 10 سنين من محمد هاني من اللا شيء، بيلعب ماتش حلو بنطلع نشيد، ولكن محمد هاني مش على قدر مسؤوليه الباك اليمين للنادي الاهلي. دفاع النادي الاهلي النهارده باستثناء ياسر ابراهيم هو اللي كان فايق، ولكن دفاع النادي الاهلي النهارده كان كارثه بكل المقاييس. كابتن عماد النحاس النهارده كان برده تبديلاته غريبه قوي، تبديلاته النهارده مش مفهومه. جراديشار بيطلع كده وانت اصلا يعني بتلعب عرضيات، فهوب كده مره واحده تروح مطلع اصلا جراديشار اللي هو اصلا بيلعب براسه. تغييرات غريبه. وماتش الزمالك الجاي ماتش صعب، ماتش هنا لو كسبته هتدخل بقى في الجيم بقوه، هتبدا بقى تنافس، وبعدها شويه شويه تدخل اول، بعد كده ندخل بقى ونرجع هنا لمكاننا الطبيعي. فهل عماد النحاس هيكمل بقى معانا بنفس الاسلوب ده في ماتش الزمالك؟ ماتش الزمالك ده اللي هيكون نقطه تحول اصلا للنادي الاهلي. يعني غريبه قوي مستوى لعيبه النادي الاهلي، اصلا مش مطمئن لاي حد من الجماهير. فهل بقى النادي الاهلي هيكمل بقى على المستوى ده؟ طب هل النادي الاهلي هيظهر في المستوى ده قدام الزمالك؟ احنا اعتقد لو ظهرنا بالمستوى ده قدام الزمالك، الزمالك هيديك 2 و3 وممكن يعمل عليك حفله. انا عارف ان ماتش الاهلي والزمالك بيكون هنا منفصل اصلا عن اي ماتش هنا في الدوري، وهنا لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الزمالك بتاخد ان الماتش ده بطوله. فهل لعيبه النادي الاهلي هتكون موفقه في الماتش ده؟ طب هل لعيبه النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي عماد النحاس هيكون موفقين هنا وعلى قدر المسؤوليه في الماتش ده؟ يعني سؤال مهم. نتمنى كده التوفيق للاعيبه النادي الاهلي، التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله الماتش الجاي يكون هنا ماتش الزمالك تكون اللعيبه مركزه، تريزيجيه في مستواه، بن شرقي، عوده احمد عبد القادر مهمه. فان شاء الله يكون هنا ماتش الزمالك، عوده النادي الاهلي لمستواه الطبيعي. فان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق. بالتوفيق للنادي الاهلي، بالتوفيق لعماد النحاس، ونتقابل طبعا في ماتش جديد. سلام.